نهاية مايو 2025 يعد النجم المغربي أشرف حكيمي من أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية الإفريقية لعام 2025، وذلك بفضل أدائه المميز مع نادي باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي. إنجازات أشرف حكيمي في موسم 2024 إلى 2025: دوري أبطال أوروبا، وساهم حكيمي بشكل حاسم في تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، حيث سجل هدفا في النهائي ضد إنتر ميلان في الفوز العريض 5-0. الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس الأبطال، كان له دور بارز في فوز الفريق بهذه البطولات، مما يعكس تأثيره الكبير على مستوى النادي. إحصائيات فردية: حقق حكيمي أرقاما مميزة، حيث سجل 10 أهداف وقدم 15 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى الحفاظ على 20 مباراة بشباك نظيفة. جوائز فردية: توج بجائزة مارك فيفيان فويه كأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي لعام 2025، ليصبح أول لاعب من باريس سان جيرمان يحقق هذا الإنجاز. المنافسة على الجائزة: يتنافس حكيمي مع لاعبين بارزين مثل محمد صلاح النيجيري، أديمولا لوكمان الذي فاز بالجائزة في عام 2024، والغيني سيرهو جيراسي الذي سجل 23 هدفا في عام 2024. التوقعات: بناء على هذه الإنجازات، يعتبر أشرف حكيمي المرشح الأوفر حظاً لنيل جائزة الكرة الذهبية الإفريقية لعام 2025. إذا تحقق ذلك، فسيكون أول مغربي يفوز بالجائزة منذ مصطفى حجي في عام 1998.